قصتنا عن أبي محجن الثقفي. كان يشرب الخمر فيجلد، فيعود فيشرب فيجلد. كان يشرب ويجلد، لكنه ارتكاب لهذه الكبيرة لم يكن ينسيه واجبه تجاه دينه وهو الإسلام. لما قرعت طبول الحرب ونودي للجهاد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، تجند سيفه وركب فرسه وتوجه. كان وقتها معركة القادسية، كان قائدها سعد بن وقاص، تقابل الجيشان واخذوا استعداداتهم وتراسلوا. بكمل لكم بالعامية أحسن. كان في مراسلات بين سعد ورستم قائد الفرس. أبو محجن ما قدر يصبر على الشراب، درناك والله أيام درناك تخبر السكرة فاقدة. القطوه ودوهم سعد حكم عليه إنه ما يشارك بالمعركة، سجنه سعد. ولما اليوم الثاني صح أبو محجن على صوت الخيل وضرب السيوف وتغمض وتندم على شربته ذي. قال شربت القشر والله، هو قاعد ينخمرت سعد. تكفي أبى شارك اليوم والله وعدت. قال إذا مت فأنا شهيد، وإذا ربي سلمني أبجي وتربطيني المحل. تكفين فكيني. وقد يترجاها. مع كثرة الترجي والوعود فكت مرة سعد. قال أبي فرس سعد بن وقاص البلقاء. قالت خذها والله وحي عينك. تشوف السنافة ويلبس درعه ويأخذ سيفه ويأخذ رمحه ويركب البلقاء وعلى المعركة. يقول ما في جمع ما فرقه، ما في صف ما اشتقه. رجال ناخذهم عرض طوب، بايع الدنيا بقشر بصره، ما عنده بايعها بيع. ذاك اليوم كان سعد مصاب بالقروح، لا يقدر يركب فرسه، ولا كانوا قواد المسلمين أول الصفوف، كانوا هم أول من يستشهد دائما. حطوا له خيمة على تلة ويشرف على المعركة، يوجه يمين يسار. ولاحظ هالرجل اللي ياخذ الصف يمين يسار، قال والله إنه لضرب. قال والله إنه فعل أبو محجن، وإنه كر وفر البلقاء. والله لو إنه ما هو بالسجن وهذيك بالمربط إني إلا أقول هذا هو. غابت شمس اليوم الأول، رجع أبو محجن ربط فرس البلقاء ورجع محله وخلى مرته سعد تربطه. وقتها كان أبي محجن متلثم ما حد يعرفه. فرجع سعد لخيمته، يعني مر على فرس البلقاء ولقاها عرقانة، وراح ينشد امرته. قالت هذا اللي صار وهذا اللي صار. راح لأبي محجن قال والله ما عاد اجلد كبد. قال أبي محجن والله ما عاد أشرب أبد. وهذه نهاية قصتنا، نختمها بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم عليه. واللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إني كنت من الظالمين. القصة راح أنزلها بقناتي باليوتيوب باسم فرحان خمشي، بس الله اشتراك بالقناة واللايكات والمشاركات أبد عليكم به.